بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. أهلي والإنبي، مباراة من أسوأ ما تكون. أدى الأهلي فيها بعشوائية. كولر أكنه ما جاش استاد أحمد عثمان. اللعيبة مش عارفة تخترق الدفاع. فريق إنبي ال10 لعيبة واقفين قصاد خط المرمى. الاهلي بيحاول يخترق من العمق، وده اصعب شيء، ان انت تلاعب فرقه بتعمل تكتل دفاعي، وانك تكون مصر خلال ال 90 دقيقه والسبع دقائق الوقت الاضافي انك تخترق. طب ده سببه ايه؟ سببه ايه ان الاهلي عايز يخترق من العمق؟ ان الاطراف الاثنين ما كانوش موجودين. مباراه ورا مباراه ورا مباراه ورا مباراه بتاكد ان الاهلي ما عندوش اجنحه تقدر تخترق. حسين الشحات ما بدأش المباراة. الأهلي ما عندوش بيرسي تاو، وده السبب انه في الاخر بيرسي تاو عشان تشوفه لعيب مهاري بس لازم يكون عنده المساحة اللي يقدر يمرقص ويقدر يخترق بيها. لكن لو في تكتل ولاعب واثنين، هو مش هيبقى عنده المهارة انه يعدي واحد واثنين ويكمل. لا، ما عندوش المهارة ده. ما عندوش مهارة حتى الى الكرة العرضية. ما عندوش المهارة انه يعمل كرة عرضية مؤثرة. الاهلي يمكن لعب حوالي 30 40 كرة عرضية. يمكن اكرم توفيق جاله بس في اخر 10 دقائق من المباراة حوالي 7 او 10 كرات عرضية. مفيش كورة مظبوطة، مفيش كورة قادرة توصل. ده معناه انه الاهلي في الجنب اليمين هو خسرانه. على الجنب حتى لما حسين الشحات برضه حاول يعمل كرة عرضية، مش قادر يوصل، مش قادر. حاول يخش من الطرف، يخش في العمق، موجود بدل اللاعب 2 و3. لعيب الاهلي عبال ما بيحاول يخترق من لاعب بيقابل اللاعب الثاني، الكره بتتقطع باندفاع. نفس الكلام يحيى عطيه الله مش قادر. كريم الدبيس نزل في اخر 10 دقائق عبال برضه تاني نقول انه يرجع ياخد حساسيه المباراه. مش قادر يوصل، مش قادر يكمل. امام بعد ما استهلك خلال المباراه رايح على الطرف طول المباراه ما بيعملش حاجه. طلعت قفشه يتحرك امام، لا خلاص كان الوقت ده. يمكن لخاطر جمهور الاهلي انه ضربه الجزاء اللي جت للانبي تتشاط بالطريقه دي وان هي تطلع في السماء. يمكن ده بس عشان خاطر جمهور الاهلي اللي برضه تحمل على نفسه وراح حضر المباراه وراح يشجع في اللعيبه. لا، اللعيبه ما بتأديش. ومحدش يقول لي ان اللعيبه اصلا بتفكر في مباراه الجزائر. انت كده هتقعد تبقى عندك مشاكل في الدوري. انت كده مستني هدايا من الفرق. يعني انت مستواك سيء، مستني ان الفرق التانية هي اللي تديك هدايا. مستني ان بيراميدز يتعادل، مستني ان المصري يتعادل، مستني ان الزمالك يتعادل. لا، الاهلي ما بيأديش. لازم مجلس الاداره يقعد ويعيد حساباته. هل دلوقتي عدم وجود طاهر هو اللي فارق؟ هل رضا سليم هو اللي فارق؟ هل ده مستوى النادي الاهلي؟ وللمره الثانيه والثالثه والرابعه وسام ابو علي مش هيحقق كميه الاهداف ال 15 هدف اللي جابهم في نص الدوري الموسم اللي فات. قلت لكم التحركات هتتحفظ، المدربين هيعملوا حسابه، هيبقى في لاعب واثنين بيغطوا مع التكتل. كور عرضيه ما بتوصلوش، مفيش مساحه، هو بيجري وبيضغط لغايه اخر دقيقه. هو اللي بيطلع، هو اللي راجع مع المهاجم بتاع انبي وهو اللي بيطلع الكوره اوت. فهو كلاعب هو بيعمل مجهود، لكن بيعمل مجهود في المكان اللي مش محسوب، في المكان اللي انت مش هتحس فيه بتاثير وسام ابو علي. كل اللي قفشه بيحاول يعمله ان ينزل يستلم الكوره ما بين الاثنين مدافعين ويحاول يرفعها لجوه المنطقه مع لعيبه مدافعين انبي اللي بيقدروا ياخدوا كل الكور العاليه وكل الكور العرضيه. لما بانش حاجه لمستوى النادي الاهلي. مش هقول ان انبي اقوى من النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ما قدرش وهو الاقوى انه يحقق الفوز، وان انبي كان يقدر في اخر دقيقه يحقق الفوز. والكلام ده في كل الكوره مش في الدوري المصري بس. برشلونه بيحصل معاه ده، بيحصل معاه قصاد اتلتيكو، ده اللي احنا شفناه بيحصل معاه مع فرق تانية ويتغلب. ده طبيعي، لان الفرقه اللي ما بتقدرش تستغل قوتها الهجوميه وما تقدرش تستغل الاطراف يبقى عندها مشكله ومش هتحقق هدف، وممكن تستقبل هدف اي وقت في خلال المباراه. لازم اداره النادي الاهلي تفهم انه الاهلي فعلا ما عندوش اجنحه، ما عندوش. عشان كده حاول طولت المباراه، طولت 90 دقيقه انه يعمل اختراق. ومحدش يتكلم ان عمر الساعي ده مستواه، هو اصلا نزل امتى عشان يبان مستواه؟ ايه اللي انت طالبه من عمر الساعي؟ انه ينزل ينقل لك مباراه فيها التكتل الدفاعي ده؟ لازم كولر